بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله يومكم عزيزتي أعزائي المشاهدين. اليوم غادي نتكلموا على الحدث الهام، هو منح الاتحادية الإفريقية لكرة القدم جائزة تميز للملك محمد السادس، الذي أعلن رسميا اليوم ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. ونبدأ بهذه الصور التي تعبر عن الحدث الهام. هو جائزة تميز التي حصل عليها جلالة الملك محمد السادس سنة 2022، وذلك راجع للمجهودات اللي قام بها جلالة الملك في قطاع الرياضة وبالخصوص رياضة كرة القدم، والإنجازات اللي حصل عليها المغرب في هذه السنوات الأخيرة. هذه الجائزة التي سلمت من طرف الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، والتي تسلمها نيابة عن جلالته وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى. وكيف ما تيبان لنا في الصورة، رئيس الاتحادية الكروية جاني ألفانتينو ورئيس الكاف باتريس موسيبي. وهذه الصورة هي بمثابة الملصق الرسمي لهذه الجائزة لسنة 2022. والمثير للانتباه في كلمة موسيبي أنه قال في هذا الملف بأن المغرب مثل أحسن تمثيل 54 دولة إفريقية وليس 55 دولة كما تقول الجزائر. وكلمة ألفانتينو بحيث قال أن جلالة الملك محمد السادس ساعد في تغيير بلده وآمن بطموحات شعبه وبلوغ المغرب نصف النهاية في بطولة كأس العالم لم يكن صدفة. وبهذه المناسبة نستحق ملكا وشعبا هذه الجائزة، بحيث ما يمكنش الكاف تعطيه هذه الجائزة إلا لمن يستحقها ويعمل عليها بالجهد. وهذه هي ثمار السياسة الرشيدة والخطط الثابتة اللي تمشي عليها المغرب البلد ديالنا الحبيب. وتزامنا مع هذه المناسبة التي عاشتها العاصمة الرواندية كيغالي، الملك محمد السادس نصر الله أعلن رسميا على ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع الجارتين إسبانيا والبرتغال. وهذه فكرة أكثر من رائعة، وغادي تكون سابقة في الذكرى المئوي لتنظيم كأس العالم، لأن أول مونديال كان سنة 1930. ونتمنى باش ينجح هذا الثلاثي وينظموا كأس العالم وتكون سابقة في تاريخ كرة القدم. وهذه الصورة تتبين الرسالة الملكية اللي أعلن عنها الملك محمد السادس نصر الله عن ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال. نتلو عليكم ما جاء فيها. وقد أثبتت المملكة المغربية في مناسبات عديدة وبالعمل الملموس أنها تضع إمكانياتها وبنيتها التحتية وتجربتها لا سيما في مجال كرة القدم رهن إشارة جميع البلدان الإفريقية الشقيقة الراغبة بدورها في جعل الشباب دعامة الأمل والتنمية، وذلك لأن طموحي من أجل بلدي لا يضاهي في جوهره سوى طموحي من أجل القارة الإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030. وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي. كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول فصل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب. وكيف ما تشوفوا معايا أن هذه الرسالة ما تكتبات حتى تم التشاور والاتفاق بين الدول الثلاثة، ونطلبوا بأن هذا الملف هذا يلقى دعم من الدول الإفريقية والدول الأوروبية، ولما لا ويكون إنجاز
عظيم آخر يتسجل في تاريخ المملكة المغربية الشريفة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.